استاذ الفنان حمدي الوزير، وهو الحقيقه معايا دلوقتي على الهاتف مباشره لانه لديه مداخله. استاذ حمدي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، ازي صحتك؟ اهلا بيك، شكرا لوجودك معانا في 90 دقيقه. اسمك جه في فضيحه اخلاقيه، واسف ان انا بقولها كده بشكل مباشر. تعقيب حضرتك ايه؟ ما تتقالش غير كده يا استاذ معتز، وما تتقالش الا زي ما انت قلت كده بالظبط. هي أيوة. مش فضيحه اخلاقيه، هي فضيحه اجتماعيه. ايوه. فانا تعليقي قدام القضاء، وانا واثق تماما ان القضاء هيجيب لي حقي وحق المجتمع. وانا مش متخيل ان في انسان في الدنيا يعني يتحمل هذه المسؤوليه الاخلاقيه اللي بتهد مجتمع، بتهد اسر، بتهد تاريخ ناس، بتهد تاريخ ناس لها دورها الاجتماعي ودورها الفني ودورها وناس وكل الشعب المصري عارف ايه قد ايه انا بعمل اسمي، وفي كل الشعب المصري قد ايه عارف الاستاذ نور الشريف اللي سابقني بمراحل كتير قوي ازاي عمل اسمه، الاستاذ خالد ابو النجا، الاستاذ عبد الوزير. فانا تعليقي القضاء يقول كلمته حتى لو حكم عليا. طيب انت مع ولا ضد حريه النشر حتى لو كانت هذه الاخبار ربما تسبب حساسيه ويكون ليها وقع الصدمه على القارئ او المجتمع؟ صديقي، انا مع حريه الابداع وليس حريه التشهير. احنا في مجتمع له قيمه وله اخلاقه وله تركيبته الاجتماعيه الخاصه جدا. في فرق كبير بين الحريه والاهمال والتسيب. اعتقد ان في شعره معاويه ايوه بين الحاجات دي كلها. يعني مش كل حد يكتب اللي على مزاجه ويهدم بيوت ويهدم مجتمعات نقول حريه. لا، ده الحريه على فكره الناس اللي ما تعرفش يعني ايه حريه لازم تعرف حريه مسؤوليه. طب انا ملاحظ يا حمدي لا مؤاخذه انه بينما انت